انا طول عمري بالنسبه لي ريجا ده من حتى من على السيميليتر ده حلم حياتي اني اسوق على التراك ده. I'm sure he's happy he can drive once again against one of the best drivers in Europe. Karikani, so good job by him. انا قبل ما اطلع دايما خلي بالك ببقى دايما اللي بيشاركني في افكاري كتير قوي في موضوع السباقات وانا عامل ايه عبده دايما في بيني وبينه كده مكالمات طويله عريضه. طب العربيه عايزين نحسنها ازاي حتى وهي كويسه، خلي بالك يعني ما عنديش مشكله معاها يعني، بس ببقى دايما انا في حته معينه جزء صغير كده نفسي ابرفكت الموضوع ده عشان تبقى مريحاني قوي يعني. فما بيننا دايما نقاشات طويله ورايحه جايه ما بيني وما بين عبده، وكان كلامي كله معاه انا ازاي هسوق على التراك ده بالسرعه دي وماشي بقى مع حد، مش ان انت بقى كواليفاينج وهتبقى لوحدك وكده، لا ازاي همشي مع حد بالجنب على السرعه دي. واحنا في التراكات عندنا هنا في الميدل ايست عامه في اوقات كده بيبقى في زي بلايند سبوت، في حتت ما بنشوفش فيها بعض، يعني مثلا وانت بتقلب ورا حد بيبقى في سموك زايد شويه، فالناس دايما تقول لي وانت بتلحق تشوف ازاي، دي بتبقى يا دوبك اقل من نص ثانيه. في التراك بقى ده انا ماشي 140 150 بالجنب وهتبقى مش شايف، فالموضوع كان ده دايما عامل لي هسس شويه. كنتش خايف بس مش فاهم، يعني لازم اتحط في العربيه واسوق واشوف انا هحس بايه يعني. فكان ده اللي شاغل بالي دايما قبل ما اروح. عبده دايما زي كل حاجه دايما شايف المواضيع كلها سهله جدا وبسيطه جدا، ومن اهدى مكان في العالم عبده فراس، وانا خلي بالك انا بثق فيه جدا. انا حتى ما انساش من سنه فاتت كان في فلوج انا بسجله عربيه كريم كنا بنجهزها بعد ثالث سباق ليه يمكن هنا في مصر، كنا بنجهزها والفلوج ده انا قلت فيه كريم من الوجوه الجديده في الرياضه المصريه، وانا اتوقع شخصيا انه هيبقى من ابطال الميدل ايست او الوطن العربي بل والعالم ان شاء الله، وقلت يا رب نشوف ده مع بعض. طيب معظمكم عارفين العربيه دي هي عباره عن ان هي عربيه دريفت E46 فيها موتور 2 جي زد. العربيه عربيه كريم هاني. كريم من الناس اللي لسه جديده في الموتور سبورت، بس هو عن توقعاتي الشخصيه ان هو ان شاء الله هيبقى في يوم من الايام هيبقى بطل من ابطال الميدل ايست، ويمكن كمان هيبقى من ابطال العالم، يعني يا رب نشوف ده باذن الله مع بعض. الحاجه الثانيه كانت شاغله بالي جدا ان انت الناس دايما حاطه عليك ضغط في ان انت في بطولات مصر او بره مصر ودايما مستنيين منك نتائج، فانت خلاص اتحطيت في الحته بتاعت الناس مستنيه منك حاجه. فانا رايح نفسي اقول للناس يا جماعه مش ما تستنوش مني، انا نفسي اعمل حاجه بس دي لسه اول طلعه بره، فمش عايز الموضوع يبقى انا اصلا مخضوض لوحدي، فاهم؟ انا باصص للموضوع هو كاول مصري يمثل مصر والمصريين في اوروبا. لما رحت طبعا انت بتمثل مصر في بطوله زي دي طبعا مسؤوليه كبيره ووراك ناس كتير قوي تتفرج عليك، فالناس مستنيه هتروح هتعمل ايه، فاهم؟ انا كواحد طول عمري بحب الكوره بتفرج على الكوره، بشوف دايما ردود افعال الناس اللي بتتفرج على حاجه هي بتحبها، فكنت دايما ببقى خايف من ردود فعل الناس تجاه الموضوع ده، انت هتعمل ايه؟ وانا كبني ادم ببقى دايما حاطط اهداف صغيره قوي، ان انا لسه بادئ بقالي سنه عايز بس انزل اسوق حلو. كان عبده يقول لي لا انت هتنزل وهتنافس، السباق ده انا رايح عايز بس اكواليفاي. انا الكلام ده كله في مخي، بس دايما وانا في الموقف نفسه ببقى طمعان قوي بقى، لا انا عايز اروح وهكسب وهعمل، بس قبل ما بروح دايما ببقى نازل على الارض زياده شويه. رحنا بقى لاتفيا، خايف طبعا جدا من ان انا جراج انا مكي مش طالع معايا، وهم بيبقوا دايما معايا في السباقات بره، فرايح ناس ما اعرفهاش مش عارف مين اللي هيبقى بيصين عربيتي، بس رحت على ان عربيتي جاهزه وان الشباب في انا مكي مجهزين لي العربيه. رحت لقيت ان لا في حاجات في العربيه هي مش بايظه من ساعتها ما عملوهاش، احنا رحنا هناك لانها يا باظت دماغي كلها ان احنا هنروح قبل السباق بشويه عايز اجرب التراك نفسه. رحت لقيت ان التراك ده
ما ينفعش نسوقه قبل السباق لان خلاص هم شغالين بقى في التراك وبيسيتابوا الموضوع وكله، فمش هينفع. او احنا بنلعب هنا في مصر او في الميدل ايست عامه، العربيات بتبقى مش بنزين، بتبقى فول ايثانول 100%. بره بيلعبوا يا اما في بي يا اما حاجه اسمها E85، ده اللي احنا كنا بنلعب بيه، ده بنزين على ايثانول، فكنا لازم نروح نتون العربيه من اول وجديد. احنا ايه الكلام يا كيمس؟ دلوقتي هنطلع العربيه على الداينو اهو، هنعمل تيون مع مؤيد اونلاين، هو مؤيد مش موجود هنا طبعا. هراجع العربيه نطمن ان كل حاجه تمام، وبعدين بكره هنجرب ان شاء الله. switch off the بيقول لي المراوح شغالين. فروحنا طولنا العربيه والدنيا تمام، كل حاجه ماشيه كويس. لقيت انه بعد في اخر التطوينه خالص الحراره بتاعت العربيه بتعلى جامد جدا وهي على الداينو، فقلت لهم لا في حاجه كده مش مظبوطه. والله العربيه بتوفر هيت، فعايزين نعرف السبب. هل هو حاجه في الانجن، حاجه في بقول لك بسبب بتوفر هيت وهي حتى ايدل كده بتوفر هيت لوحدها. فهنشوف ايه المشاكل اللي ممكن تكون. نزود لها تانك ورا كده من عند الرادياتير صغير علشان الموضوع ده، ونشوف موضوع الاوفر هيتنج ده ايه سببه. والله بس كل حاجه على قد الايد، ما تبقاش حاجه ميجر. ركبنا تانك ورا عند الرادياتير، على فكره ده فرق برضه في العربيه جامد، بس احنا قلنا ان هو ده اللي هيحل. انه لا ده اصلا في مروحه مش شغاله، هم مروحتين ورا، فقلنا بس لو مراوح تمام حتى لو بايظين هنغيرهم، مش انه تيون يعني. فكلمت الشباب في NMK، توصلنا يعني للقصه انه في مروحه بتفصل ومروحه بتبقى شغاله، المفروض الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت عند حراره معينه. ظبطناها، طلع موضوع بسيط بس قعدنا فيه شويه يعني. رحنا نجرب العربيه، بسوق العربيه مش عارف اسوقها.
مع ان دايما عربيه مصر وعربيه بره في فرق ما بينهم حاجات بسيطه جدا اعرفهم انا وعبده، وقربنا العربيتين قوي لبعض. بس في نقطه مهمه نسيناها خالص، ان احنا علشان حطينا في العربيه دي دراي سامب. الدراي سامب ده علشان يركب اضطرينا يتحط انجن ماونت على الموتور جديد بيقلب مكان الدينامو، وبيضطر يبقى ليه سير لوحده للدراي سامب. فالعمود الستيرنج والستيرنج بامب مش نفس الحاجه في العربيه دي ودي، فاحساس الدريكسيون مختلف خالص. كل ده انا ناسيه، وعبده كمان كان ناسيه. لما كلمته قال لي العربيه دي عليها ايه، لغايه لما جمعنا بقالنا كتير قوي ما بنسوقش العربيه دي. فقال لي العربيه فيها مشكله في الستيرنج بامب تقريبا. فانا افتكرت على طول، قلت له ده في كذا كذا كذا. بس عارف لما تكون انت بتكلمه من قاره وهو في قاره، مفيش في ايدينا حاجه نعملها. فسكت. بعدين شويه كده قلت له كريم انت ما عندكش حل غير ان انت تتعامل. فلقيت احساس ديركسيون العربيه وردة فعله غريبه جدا. دي اكنك انت متعود سوق العربيه بسرعه معينه وبترميها بانجل معين، انا اكني بسوق دي لاول مره اسوقها، فاتخضيت جدا. انا عمري ما واجهت مشاكل في العربيه ان انا مش عارف اسوقها او في حاجه فيها مش مريحاني. كانت دايما حاجات كلها بسيطه قوي عايزينها بس احسن في ايه. دي لا، انا مش عارف اسوق. فساعتها قلت لا بس كده الرحله دي شكلها معايا مش ظابطه. كده ما كنتش شايف بالليل، يعني مش شايف اي حاجه خالص. بس سوقتها غريبه. كان عندنا شويه مشاكل بسيطه، مراوح الكونكشن فيها ساعات بتفتح غلط او ما بتفتحش او بتاع عند العربيه لما بتسخن اكتر. فكم حاجه كده فاين تيوننج، ورحنا اتمرنا مره واحده على تراك مش هو التراك. كده دي الظروف. يعني هو كريم كان الماكسيمم بتاع التدريب هو ان هو يجرب الكلام ده على السيميليتر، وهو لعب التراك ده 100 مره على السيميليتر وبس. قعدت اقول لهم يا جماعه دريكسيون تقيل جدا. فين وفين لقينا الموضوع ان انا عندي في عربيه مصر كي ار سي، هناك مش كي ار سي. الكي ار سي ده بيبقى ليه زي فالفز معينه كده بمقاسات ان الدريكسيون يبقى خفيف او لا. التاني مش كده، هو ستاند ما بيتغيرش، فما فيش حاجه نحلها واحنا هناك. بس فقلنا نحل الموضوع ازاي؟ احنا بنبقى حاطين قدام كاوتش كبير شويه، وقلنا خلاص هنصغر الكاوتش ده، فاحساس الدريكسيون عامه هيبقى اخف. بس مشكله ان انت لما تغير مقاس الكاوتش بتخسر جريب قدام، فالعربيه هتاندر ستير، وده اللي حصل لي فعلا في السباق. جهزنا العربيه والدنيا تمام، رحنا بقى على الكواليفاينج بقى. طبعا ان انا واقف شايف الناس بتوع دريفت ماسترز، وانا مشجع جدا للبطوله دي وبتفرج وعارف الناس باساميها كلها، وانت واقف هتنزل تنافس الناس دي. مهما كان ثقتك في نفسك كبني ادم، انت ما سوقتش على تراكات واسعه ولا بالسرعات دي ولا بالاحتكاك اللي هم بيحتكوه بالرياضه دي بقالهم 10 سنين و9 سنين. فمهما كان انا مش متوقع من نفسي حاجه، بس متوقع ان انا اقل واجب خالص واللي الناس تستاهلوا، يعني تستاهلوا ان هم يشوفوني على الاقل متاهل ان انا اخش البطوله، ما سافرش كل ده وبعت عربيتي وعامل الموضوع ده كله واروح زي ما رحت زي ما جيت. لا التنظيم رهيب والاجواء خطيره، والناس اللي بتشوفها على التلفزيون انت دلوقتي بتنافسها. لا طبعا حاسس ان احنا بنوصل. يعني انا طول عمري بالنسبه لي ريجا ده من على السيميليتر ده حلم حياتي ان اسوق على التراك ده. يعني كان طول عمري نفسي اسوق على التراك ده، وكويس ان سوقته في بطوله عالم. يعني ما رحتش برضه في دريفت ماسترز برضه على طول، لا موضوع صعب، وفي من دريفت ماسترز زي 7 أو 8 سواقين. لا موضوع صعب جدا، ودايما اجمد واحد من كل دوله اللي راح، فانت بتنافس ناس على مستوى عالي جدا يعني. فكان بالنسبه لي انا رايح عايز اعرف انا اولا مستوايا فين، ومستوى عربيتي اللي انا مش بخلان عليها باي حاجه خالص. الناس كلها اللي عارفاني وعارفه الرياضه دي، انا يعني يمكن الحاجات اللي ليها لازمه واللي ملهاش لازمه في العربيه دي بحطها علشان يمكن احتاجها، مش حاطط الحاجات اللي انا هحتاجها بس يعني. فكنت عايز اشوف اللي انا عامله في عربيتي ده مظبوط ولا لا. بس وفعلا رحت في الكواليفاينج. طبعا رحت على التراك، لا منظر على الحقيقه مرعب. انت على التلفزيون اللي بتشوفه ده كلام بسيط يعني، لا منظر على الحقيقه يخوف يعني، يخض يعني. فنزلنا اول براكتس، طالع على الانيشيشن قلت مش هريسك قوي. التراك ده كله على دريفت ماسترز كله حوادث من واحنا هناك اصلا، الناس كلها من اول يوم وانت كنت معانا وشايف اللي بيخش في السور والعربيه بتلف منه وبيخش في مش عارفه فين، فالموضوع مقلق. فاول ران نزلتها
قلت هفهم التراك فين، الزونز اخبارها ايه، مش هريسك خالص. خلي بالك برضه حتى كتاير بريشر احنا متعودين في الميدل ايست بنلعب يمكن على ارقام ناس بتشوفها تقول لك طب انت بتفك كاوتش ليه؟ نلعب على 10 وعلى 8 وعلى 6. هناك انت يا لوم لما تنزل عن 14 في الهوا ده انت كده بطل. هناك مفيش الارقام دي. فلقيت اول ران بيقولوا لي هننزل على الهوا 36. قلت له 36 ايه؟ انا عمري ما سقت على الحاجات دي. بس طبعا الارضيه بتختلف، السرعات بتختلف، كل حاجه بتفرق. قلت هجرب، سقت طبعا احساس مختلف بس مش بعيد خالص عن اللي احنا فيه. اللي بعيد قوي هو موضوع السرعه. فلقيت نفسي وانا قاعد بروح من الزون للزون على سرعه عاليه جدا، وعلى اخر الرابع ما بلحقش اشوف الزونز. فقعدت اول رنين 3 لسه بحاول اخد على الموضوع واحده واحده. And next one up from Egypt, Karim Khani, number 7. So yeah, came a little bit late to his qualifying run, but we will see him on the track in just a few moments as Faruk Uranov, representing Uzbekistan, coming back to the pits. And of course, we have not only drivers competing against each other, but we have nations competing against each other as well. So it's not only FIA IDC drivers Cup, but as well for the nations. But yeah, I think about that we will talk more tomorrow when we will know which drivers, which countries will be represented in top 32, and let's see how that will play out. But right now we see Karim Khani from Egypt rocking a solid BMW 46. Let's see what the Egyptian driver can show us in the beautiful but fast Bitaneti circuit. Lots of wheel spin from the start for Khani. We see a bit of fire coming from the car underneath, but that's normal, that's all right. Now he's trying to maximize those outside zones. Looking pretty solid right now, Karim Khani. And I'm sure it's the first time here for the Egyptian driver in Riga, Latvia at least, competing in the race. Bit of slower transition at that point, but still keeping it floored, keeping it really close to the wall. A bit of a bump, I think, against the wall as well. And now over the line, Karim Khani, lots of smoke, lots of sound, and a lot of commitment from the driver from Egypt. And we will see, of course, the replay as usually. A really nice camera work there. The drivers want to see how they did from the outside. From the inside you have one look. From the outside you can see, of course, much better what you did there. Yeah, I would say pretty solid run by Karim Khani, and let's see how many points he will get for this effort. Wow, a quite loud car by Karim Khani as he drove past us back to the pits. And 70.5 puts him in P1 right now, Karim Khani. So good job by him. انا كنت متخيل ان انا هبقى خايف، لان انا عامه شخص قلبي مش داخل بقى وقلبي ميت. لا، انا بحب احسب الحاجه قوي وهعملها مظبوط، مش داخل يلا وخلاص ارمي نفسي بقى في الحيطه وكده. فلما كنتش خايف خالص بصراحه. ويمكن اكتر سباق ما خفتش فيه في حياتي هو السباق ده، واكتر سباق انا كنت شايف ان انا من كتر ما فكرت فيه ان انا هبقى مضغوط. اكتر سباق في حياتي ما خفتش فيه ولا اديت ولا عملت له حساب، لان انا رايح مش متوقع حاجه من نفسي. انا رايح في حته، عارف انت الاردن مثلا كنا رايحين عندنا هدف، احنا رايحين نكسب. حتى في الكواليفاينج اول ران قلت هعمل ران سيف جدا. في الميدل ايست عندنا انت بتاخد الزونز كلها فل، يبقى في فلو، ما تقعدش توابل في نص ما بين الزون والثانيه، وتاخد يبقى في لاين مرسوم يعني. فانا عملت كده،
طلعت نفسي واخد 70 ونص، بقيت واقف بره مش مصدق، قلت الران دي 80 82 الطبيعي يعني. لقيت 70 ونص، كلمت عبده هتجنن، قلت له عبده 70 ونص ايه، انا عمري ما جبت 70 ايه 70 ونص دي. فقال لي لا انت في زونز انا عملت فيها كذا موضوع علشان على سرعات قوي فاخطائك باينه قوي، احنا في تراكاتنا يا دوبك ما بتلحقش تمشي بالجنب. قلت خلاص هنزل تاني ران هعمل احسن. اجي برضو عند الانيشيشن عايز اشد الهاند بريك، الاقي العربيه مش عايزه تروح في الحته اللي انا عايزها، قلت خلاص يبقى انا شكلي انا اللي عندي مشكله، وعندي مشكله في زون 1 دي. Not the most comfortable position, I'm sure, but still, he's in the competition. He's in the finals right now. Karim Khani from Egypt, BMW 46. I think he had a pretty solid first qualifying run. Let's see what he can do in his second attempt. Nicely done outside line in the first corner. And second corner good as well. One of the louder cars there, yeah, that's for sure. Karim Khani. Lots of pops and bangs and loud noises coming from his BMW 46. And really closely to the wall in the end, so nicely done. Karim Khani from Egypt putting up a really solid show there. The Egyptian driver. And I think should be a nice scoreboard as well. كواليفيكيشن اول واحده جبنا 70 ونص، وتاني واحده جبنا اقل، جبنا 68. تاهلنا ال 22 وال 23 اللي هو بعدينا على طول كان متاهل جايب 70 ونص و 70 ونص. فقلبوها، قعدنا كتير قوي في حسابات هنلاعب مين بكره، قعدنا نحسبها عشان الاول بيلعب ال 32 فاكر، قعدنا نراهن اصلا مين هيلاعب مين، الاول بيلعب ال 32 والتاني بيلعب ال 31 وهكذا. فطلع حظنا مع نيكولاس بيرتانس الشهير بنيك ناك. فضل طول السباق من اوله لاخره هو بيتعامل مع العربيه على وضعها زي ما هي، وهو بيأدابت نفسه كل رن عن الثانيه، ولحد ما وصلنا يمكن للرن الاخيره قبل ما ينزل باتل مع نيك ناك. كانت العربيه سموث جدا، سايقه كويس جدا، مفيش اي كوركشنز باينه. يعني الاداء بالنسبه لاي حد من بره هيقول لا ده ما بيواجهش اي مشاكل في العربيه، ده بالعكس ده عربيته جامده جدا وسريعه جدا. فقعدت تاني يوم لغايه الباتل زي انا العب نيك ناك، قعدت اذاكر الناس كلها بترمي ازاي، بترمي فين والكلام ده كله. ببص على الفيديوهات بتاعتي لقيت برضو برمي في نفس الحته. قلت خلاص يبقى انا تاني يوم هركز على سواقه تاني ماليش دعوه. وفعلا في براكتس انت بتحاول تخلي نفسك مستريح شويه كسواقه وابتدي تعلى بالجريب واحده واحده. فابتديت انزل هوا عن تاني يوم، وقلت خلاص انا الموضوع بتاع ان انا مش عارف اخش الزون ده ممكن يكون فيه جريب زياده والعربيه محتاجه تقوى. كلمت مؤيد، يا مؤيد قوي لي العربيه شويه. ابتدينا طبعا كده نضغط على الموتور، قال لي خلاص ماشي كده عربيتك هتوصل حوالي 900 وشويه حصان وانت كده تمام. لما ابتدى بقى ينزل اول باتل مع نيك ناك، شوف عارف لما انت تبقى عارف كويس قوي ان المتسابق اللي هو نازل معاه ده بجد بدون مبالغه التراك ده في اخر شارع بيته يعني. فهم اصلا لما بيبنوا عربياتهم وبيظبطوها او بيجربوها بينزلوا على تراك ريجا. فانت جايب مقارنه اصلا يعني صعبه جدا. انت جايب واحد من قاره تانية بقاله سنه بيسوق، جايبه من على التراكس كلها فلات وهتسوقه في ريجا مع مين؟ مع نيك ناك بطل من ابطال الدريفت ماسترز وبيسوق التراك ده يعني زي ما بيقولوا كل حد وتلات يعني. فطبعا الموضوع مرعب، بس انا من جوايا لا انا مآمن ان كريم هيحط بصمته. ما كانش معايا نايتروس طبعا. انا كل سباق كبير وصغير بستخدم النايتروس ومتعود على سواقته وبيسهل لي السواقه شويه، فانا متعود عليه فبيخليني اعرف انزل جريب زياده فابقى سريع وفي نفس الوقت سواقه العربيه تبقى سموث. خلصنا الكواليفاينج وقلت لهم بقول لكم يتصرفوا وشغلوا لي النايتروس. طبعا مفيش حته هناك تروح تجرب فيها، فانت علشان تروح على الرن اب بتاع من البادوك اريا لغايه الستارت لاين ده حوالي 3 كيلو ونص 4 كيلو. بتمشي زي في غابه كده، يمينك وشمالك شجر جدا، وكل اللي بيلعبوا سيمتري عارفين الطريق ده يعني. لقيت نفسي ده شارع فاضي، خدت معايا كريم عثمان ركب جنبي باللابتوب وكلمنا مؤيد وابتدى يتون العربيه على النايتروس. فقعدنا نتونها، والمفروض قال لي اعمل رن نشوف العربيه هترياكت ازاي.
فقلت له بقول لك ايه، في وقت اعمل ران لازم امشي في الحته الستريت دي، هدوس عايز ندوس ايه اول تاني تالت خلاص هعمله. قعدنا نعمل كده حوالي 10 دقائق لغايه ما قال لي خلاص عربيتك تمام، رجعها بس البادوك اريا. الكلام ده كله خلي بالك قبل الران بتاعتي، انا دوري خلاص كمان قدامي رنين وهبقى انا. قمت رايح البادوك اريا على طول، قال لي بس اخر حاجه خلي الشباب يطلعوا الخرطوم بتاع النيتروس ده ويفكوه ونجرب نتست نشوف النيتروس شغال ولا لا. فطلع خرطوم، جرب داس على الزرار، النيتروس بيطلع، قال خلاص كده تمام كده شغال ابدا. فنزلت مع نيك بدات اول ران تشيس. We can see in our cameras, all the locals can pay all of the attention to the track because that's one of 3 local drivers, Nicolas Bertans with the HGK BMW there. Let's see how it goes. In practice, I heard some rumors that some drivers were saying it's just impossible to catch Nicolas there on the starting line because the car is so fast. And we saw it throughout the practice. But anyways, they still have to do 2 runs, 1 lead and 1 chase, and let's see how they do. So yeah, Nicolas Bertans, Latvia against Karim Hani from Egypt. They are ready to go. We have the green light, and let's see how this battle will play out. I think Karim Hani has the speed as well. Let's see if he can catch up and if he can follow. Bertans with a nice outside line there in the first corner. Karim Hani a few car lengths behind. Bertans going off track with 2 wheels with a really big mistake there, but he keeps it together. Of course, it was a big mistake, but still he has to go up until the end. And Karim Hani doing great following right now. So one more transition that is here up against the wall. We see Karim Hani come and go really close. A really nice battle up until the end. Bertans, Hani, what such a drama here! Wow. The drama never stops, right? What happened there? I was not sure what really happened there. I was speechless because when we saw the transition, it was complete silence from Nicolas' car. And it was like a silence before the storm, you can say. Here we can take a look again, doing a nice job there on the first turn, doing a good transition as well. And here I could hear the silence that he just went too fast, too wide. That's a big mistake, of course. And yeah, of course, once you get off the rubber that is laid on the track, you have no grip at all. Yeah, and exactly. he went off the line, the perfect racing, the drifting likely. line. Yeah. And that's why he went out of track with 2 wheels, but he kept it sideways. We have seen big crashes against these tire walls, but he kept it floored there and somehow saved his run. But, yeah, at least it didn't end there. And Karim Hani actually did a good job there. We can see at the last turn he was banging the doors on Nicolas' car. So a bit of a stressful situation for Nicolas for sure, but let's see how they do on their second run. I'm sure both drivers will go all out there. And let's see. Nicolas Bertans chasing, Karim Hani leading. Yeah, it looks like the track is okay. We haven't, or we didn't need a big cleaning there. And Karim Hani right now will be out front. Nicolas Bertans will be chasing. I'm sure Bertans knows his mistake. He will try to go all in. And yeah, the second part is starting right now. The green light is there and we are going. And here we go, Hani leading, Bertans chasing. Oh, we can see Hani initiating really early there, throwing a double, like a little bit of correction there, and Bertans has nowhere to go, but still he keeps it together and almost banging the doors on the second turn of the track already. Hani doing a solid job there on his lead run, going wide enough with a lot of smoke and big angle. Nicolas Bertans not falling far away there as well. Another transition and Nicolas is almost at the door of Hani's car. Another transition and Nicolas almost jumping in front of Hani, and here we can see just smashing the doors of Hani's car, Nicolas Bertans and Karim Hani. خلصنا التشيس ران كانت كويسه، في الاخر قربت منه قوي فضلت لازق فيه. قلت خلاص انا شفت ان هو طلع عجلتين، يبقى انا لازم اعمل ليد ران كما يقال الكتاب. اخرت نفسي جدا عن الانيشيشن عشان اظبط الحته اللي في اول حته دي. لقيت برضو العربيه بتاخدني انسايد لاين، قلت خلاص مش مشكله هفضل دايس بقى اون ثروتل السباق كله. كنت ساعتها بنايترس اول طلعه بقى. لقيت العربيه اريح كتير جدا، وهو ده اللي انا كنت مستنيه من العربيه. خلاص هو ده اللي انا فيه، وبالعكس انا مبسوط اني هلاعب حد اكبر مني بكتير وحد بيلعب في دريفت ماسترز وانا بتفرج عليه. بالعكس يعني ده عايز اروح اشوف حتى انا مستواي فين يعني. فلقيت ان الموضوع قريب، فاحنا واقفين انا عارف ان انا عندي دبل انيشيشن هنقص عليها بوينتس كتير، هم قالوا حتى في البريفنج، بس مش نفس الويت بتاع ان هو طلع عجلتين من بره. وفي نفس الوقت كان عنده غلطات تانية في الليد تانية، معظم الزونز هو مش واخدها فول، انا كنت واخد كل الزونز فول. ما علينا، قلت خلاص كنت متاكد انها هتبقى 1 مور تايم
يا انا كسبت. فانا واقف لقيته هو حتى بيقلع وبيبص لي اللي هو مش مصدق، وواقف بقى مستني النتيجه ان هو يطلع خسران. الموضوع طول قوي قوي، قلت خلاص يبقى شكلها one more time. He knows his mistake there on the lead run, but anyways, let's see the results here. Yeah, I think everybody is right now patiently waiting. Karim Khani or Nicholas Bertans, who will advance to top 16. Only one of them can do that. And will be interesting to see how, in which way this will go. As it looks like, okay, the judges want to see side by side these pictures as they are trying to evaluate what happened there during the runs. As we have time, maybe I will try to catch up with some of the drivers there, as we are still looking at these pictures side by side. Both drivers had some issues on the runs. Both drivers had some good moments on the runs, as we see them right now. Looking at the replays, both cars, of course, pretty loud, and I'm sure we will wait for the judges to show us the result and, of course, maybe explain it. We will see who gets the win. Will it be Nicholas Bertans, Karim Khani? And the judges say it's one more time. We go one more time between the two drivers. And I think that's could be a fair result. Maybe we could also hear from the judges who could explain to us what happened there and why the one more time. جيت بعد الوان مور تايم بقى قلت ايه، اتضايقت طبعا، بس بالنسبه لي خلاص تمام. اول ما طلعت قلت لا، عربيته سريعه قوي في اول كورنر بالذات، لازم انا انزل هوا كمان. بما ان بقى معايا نايتروس فبقيتش قلقان ان انا انزل هوا. نزلت هوا، فموضوع الهاند بريك بان اكتر. First one looks like will be the one more time. And Nicholas Bertans against Karim Khani, so Latvia against Egypt. And we heard how self-critical Nicholas Bertans was with himself after that big mistake. He thought the tires were up to good, not speed, but warmth. Yeah, for sure. And knowing how great results Bertans has achieved previously, obviously he was not happy about a mistake he did on lead run, but it's the only chance for him right now to do better. I think he knows it. I think Karim knows it as well, and let's see how they do. Okay, one more time between Nicholas Bertans and Karim Khani right now in this top 32 right now. Bertans with a nice initiation, really wide line there, and now I'm sure he won't make the same mistake again, as he is going really fast, not the widest line. Karim Khani shutting down his run, unfortunately, right now, going back to sideways action, but big mistake by the Egyptian driver, as Nicholas Bertans trying to survive up until the end, and he is close to the wall. Karim Khani is close to Nicholas Bertans, both drivers side by side over the line. What a run there! Yeah, we could see that Nicholas was a bit more safe here on the same second turn, going a bit shallow, not wide enough, but rather playing it safe than losing this battle. Let's take a look again on the replay. The initiation by Nicholas Bertans, Karim chasing him pretty closely there, catching up, doing some corrections here and there. And then on the transition, we could see Karim already jumping on that curb, and here going straight behind Nicholas Bertans. So great chance for Nicholas Bertans to advance for now. Yeah, I think looked like Karim Khani got lost a little bit in the smoke. He didn't see a thing. It is a smoke machine, for sure. It is a fast smoke machine, the HGK Eurofighter. But here we see Karim Khani, completely lost in the smoke, and they're going fast. They're 100 kilometers per hour or even more at that point. So it's easy to get lost there, and unfortunately Karim Khani did that. But I'm sure he's happy he can drive once again against one of the best drivers in Europe, Nicholas Bertans, and he was pretty close in the end. A joy to watch there. And as they will now switch positions, Karim Khani out front. We saw previously the chase by Bertans. Let's see if he can maintain that. Yeah, now Nicholas Bertans will be chasing and Karim Khani leading, and then we will see the decision, the final results, who of those two drivers will advance the top 16, and winner will have to face Timur Lipski in the top 16 battles later on. But let's continue with the top
32 battles, and here we go. Karim leading, and Nicolas Bertans chasing him, getting really close already before initiation. And Karim going in a really shallow angle there, but Nicolas not afraid there. What a close transition by Nicolas Bertans, getting really close to Karim's car. Another nice transition there, going a bit shallow there after the transition, but still keeping it together. Karim Hani going a nice, solid wide line there. Another transition. Nicolas is right at the door of Karim's car. Will he get closer? And he does on the last turn. What a great show put up by both drivers, Karim Hani and Nicolas Bertans. Yeah, amazing to watch. Really amazing to watch. As we see once again, they are fighting against each other. Let's see. Once again in the replay. I would say a solid job by Karim Hani. I have a bit of a shallow line at the beginning of the initiation, then he got back on the right line, and Bertans side by side through the whole run. Wow, really close. They're almost overtaking Bertans. Wasn't maybe the greatest transition at that point, but yeah, the line was not perfect though. Yeah, of course you have to calculate that in, that at some point the lead run wasn't great, but then in the end we see side by side. That's what we love to see in this competition, and we see again great sportsmanship between the two drivers, between Latvia and Egypt here. And interesting things he happening. transitioned a bit too soon, I'd say, for Nicolas, but Karim did a great job on his lead run. So again, not an easy call for judges, to be honest. Both drivers did some mistakes here and there, and of course judges are comparing both runs, and here in the end Nicolas. فبقيت انا اسرع، بس طريقه سواقه العربيه بقت اصعب كتير جدا، فقربت منه بالنسبه لاول سيكتور خالص في التراك مقارنه بالرن اللي قبليها، قربت منه اكتر كتير. بس جيت وانا بقلب هو خد اصلا لاين غلط فيه زون شبه ما خدهاش، فدخلت انا وراه في السموك. قلت هحاول بس ابدا ماشي على سرعه، فقعدت شويه كتير قوي مش شايف، فخلاص مشيت دغري وبعديها قربت له وفضلت مقرب منه. الليد كان عندي نفس المشكله تاني برضه بتاعت الانيشيشن، فانا طالع عمال اقول من تاني راوندي خلاص انا كده انا خسران. And Nicolas Bertans gets the win. He can't believe it a little bit because he has made some mistakes here and there, but thank you Karim Hani as well, representing proudly his country Egypt. عمل one more time مع نيك ناك، وده حاجة في عالم الدريفت مش قليل خالص. دي حاجة كبيرة جدا، بالذات ان نيك ناك هو اللي كمل بقية السباق كله وكسب البطولة. بعد ما طلعنا كنت راضي عن النتيجة. انا عارف انا عندي غلطات من ايه، بس انا دايما لما بطلع خسران بيبقى دايما غلطه مني انا. اللي كان مضايقني في السباق ده ان انا في حاجه مش مريحاني خالص في العربيه في موضوع الهاند بريك ده، ومفيش حاجه تتعمل خلاص. فطلعت وقلت خلاص يعني خسرت وراضي، واكسبيرينس كان حلو ومختلف، وعلى الاقل عرفت انا ككريم مستوايا فين عن الناس دي اللي شغاله على نفسها بقالها كتير جدا. وهو هي وانت ان هو داس على الناس كلها كمان، حتى ما حدش قرب للوان مور تايم. فبالنسبه لي ان انا لعبت مع نيك ناك في بطوله زي دي بدري قوي كده وعملت وان مور تايم، فانا من اكتر من الناس اللي لعبها بعد كده كنت تشالنجينج بالنسبه له، سواء بسبب غلط منه او بسبب شطاره مني. في الاخر ريزلت واحد يعني. رحت وخدت التجربه دي وكنت عايز اقوم بالموضوع ده، افهم احنا حتى عربيتنا فين يعني. لدرجه ان انا لما خرجت كلمت عبده وكلمت الناس من ان كي وقلت لهم بصراحه تسلم ايديكم على اللي احنا عاملينه في العربيه. الناس هناك انا رايح قلت انا هروح اتفرج على عربياتهم، لقيت ان الناس هم اللي واقفين بيتفرجوا على العربيه وبيصوروها وبيشوفوا معمول ورا ايه وقدام في ايه، يعني الناس مش فاهمه، خلي بالك. فاتبسطت